متولي للرجاء ياتي يا رب يا الله، لم تنتهي بعد بل بدأت الآن. فاش كنهضروا على الرجاء البيضاوي كاينه السميه وحده كترجع ديما، السميه كتعني الموتى، كتعني الكرينتا، وكتعني ولد الفرقه في اللحظات الصعيبه. محسن متولي. المايسترو اللي خلى البصمه ديالو في كل ركن من مركب محمد الخامس. كيفاش اللاعب كان هو العقل ديال الرجاء لسنين وبقى غير في البطوله المغربيه، واش ما كانش عنده عروض على برا المغرب؟ ولكن ما قبلهاش. واش التوقيت هو اللي خانو ولا القرارات؟ كان اختيار ديالو يبقى هنا. واش متولي كان يقدر يكون نجم اوروبي ولا غير نجم محلي كبير؟ اليوم في الصوت حكايه غادي نحاولوا نجاوب على هذه الاسئله كامله ونرجعوا القصه من البدايه ديالها. قبل ما نبداو اخوتي الفيديو، الا كنتي من محبين الرجاء البيضاوي وعزيز عليك اللاعب محسن متولي، كتب لي ديما رجاء في التعليقات. وما كنظنش كاين شي واحد ما عزيزش عليه محسن متولي ولو كنتي ما كتشجعش الرجاء البيضاوي. لايك الفيديو واشترك في القناه اللي باقي ما اشتركتيش. نبداو على بركه الله. محسن متولي تزاد في 3 مارس 1986 في الدار البيضاء، كبر وسط احياء كازا، فين الكره ماشي غير لعبه ولكن وسيله باش تخرج من الروتين اليومي وتبني السميه ديال. من صغره كان عنده رؤيه مختلفه، ماشي اسرع لاعب ولكن اذكى لاعب. التحق بفئات الرجاء السنيه وتدرج بالهدوء حتى وصل للفريق الاول. ما جاوش الاضواء فجاه ولكن ملي جاو بقاو معاه. في البدايه الفينات متولي بدا يفرض راسو مع الفريق الاول، صانع العاب كلاسيكي، تمريرات دقيقه، اهداف حاسمه، ضربات جزاء ثقه. قاد الرجاء البيضاوي لتحقيق عدة ألقاب: البطولة الاحترافية، كأس العرش، مشاركات قوية إفريقيا. وكان عنصر مهم في الفترة اللي وصل فيها الرجاء النهائي كأس العالم الأندية سنة 2013. ذاك الموسم اسم محسن متولي كان حاضر بقوة، وهنا بدات الجماهير كتقول هاد اللاعب خاص يكمل المسيرة الاحترافية ديالو في أوروبا من بعد ما قدم مستوى جيد مع الفريق النسور. ولكن الأقدار لها رأي آخر. متولي حمل القميص المنتخب المغربي فترات مختلفة، ما كانش عنصر دائم ولكن تم استدعاء ديالو في بعض المحطات. المنافسة كانت قوية، وسط الميدان عامر بالأسماء الثقيلة. ولكن السؤال بقى مطروح، واش محسن لو احترف في أوروبا كان غادي يكون الحضور ديالو أقوى مع المنتخب؟ باش نكونوا واضحين، الاهتمام كاين ولكن ما كانش انتقال كبير واضح للدوري الأوروبي لأسباب محتملة. العروض ما كانتش كبيرة، الرجاء ما بغاتش فرض فيه بسهولة، أو القرار كان شخصي. كاين لاعبين كيغامروا، كاين لاعبين كيختاروا الاستقرار، ومتولي كان نجم مطلق في الرجاء. الاحتراف في أوروبا يعني تبدا من الصفر. واش كان مستعد لهذه المغامرة؟ أكبر عدو لأي لاعب هو الوقت. بين 21 و 23 سنة اللاعب كيكون مشروع استثماري، ولكن ملي توصل ل 26 حتى ل 30 عام الأندية كتفكر 2 مرات، إلا بعض الحالات الاستثنائية. بعض المتتبعين كيعتبروا أن الفرصة الذهبية كانت بكري شوية، 2 عام فقط ديال التأخير يقدروا يبدلوا المسار ديال أي لاعب. متولي مشى للخليج، تجربة محترمة من الناحية المادية، ولكن من ناحية الرياضة ماشي بحال أوروبا طبعا. والآن باقي كيلعب مع الفريق النهضة الزمامرة. ورجع للسؤال من جديد، واش كان ممكن يدير مغامرة أوروبية قبل من الخليج؟ الحقيقة غالبا ما كتكون بين جوج ديال النقاط. الموهبة كانت موجودة، الأداء كان ثابت، شخصية قيادية كانت واضحة، ولكن القرار كان جريء بما فيه الكفاية. التوقيت كان مناسب، العروض كانت فعلا قوية. يمكن متولي اختار تاريخ مختلف، يمكن فضل يكون أسطورة محلية على أن يكون اللاعب عادي في أوروبا. اليوم محسن متولي كيبقى واحد من أبرز اللاعبين في الرجاء في الجيل ديالو. صنع الذكريات، صنع اللحظات، وصنع اسم محفور في الذاكرة ديال الجماهير الرجاء والمغربية. بعض اللاعبين يصنعوا المجد في أوروبا، وبعض
يصنعونه في قلوب الناس. ومتولي واحد من هذا النوع الثاني. رجعنا للأسئلة ديال البداية. واش ما كانش عنده عروض؟ ممكن كانت، ولكن ما كانتش قوية. واش التوقيت هو اللي خانو؟ ربما، ولكن خلف الكواليس كتكون هضرة أخرى. واش القرار كان اختيار ديالو؟ ممكن جدا، ولكن الأكيد أن حلم أوروبا باقي السؤال مفتوح. في الرأي ديالكم الخوت، واش متولي ضيع فرصة ديال العمر ولا دار اختيار اللي شافو مناسب ليه هو؟ كتبوا لي الآراء ديالكم في التعليقات. حتى لهنا سال الفيديو، لايك إلا عجبك واشترك في القناة إلا باقي ما اشتركتيش. كان معكم صوت وحكاية. تهلاو.